اهلا بيكم في حلقه جديده من ترندات وبس. النهارده معانا مشهد غريب ومثير للجدل حصل لرئيس فرنسا ايمانويل ماكرون. بنتكلم عن صفعه علنيه من مراته برجيت. والله صفعه كده قدام الكاميرات وهو نازل من الطياره في اول زياره ليهم لفيتنام. المشهد اتصور بالفيديو وانتشر بسرعه الصاروخ على السوشيال ميديا، والناس بدات تسال ايه اللي بيحصل. لكن قبل ما نعرف التفاصيل لازم نقول ان الزياره دي كانت رسميه جدا، وكان الهدف منها توقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة زي صفقة طيارات ايرباص ومشاريع في الطاقة والقطارات. لكن بدل ما الإعلام يركز على الاتفاقيات، التركيز كله راح على صفعة برجيت الماكرون. والغريب إن الرئاسة الفرنسية في الأول نفت الفيديو وقالت إنه متفبرك، لكن وكالات أنباء كبيرة زي AFP وأسوشيتد بريس أكدت إن المشهد حقيقي. برجيت فعلا ضربت ماكرون على وشه قدام الكاميرات، بس على رأيهم كانت مداعبة لطيفة، وده اللي أكده ماكرون بنفسه لما اتسأل في الفيديو وقال احنا كنا بنهزر زي ما دايما بنعمل، الناس بتألف قصص من الهوا، زي لما قالوا اني كنت بتخانق مع اردوغان ودلوقتي بيقولوا مراتي ضربتني. وكمل قال الفيديوهات حقيقية بس الناس بتحب تستخدمها وتنشر مادة عليها. وماكرون ختم كلامه وقال في ناس مجانين بيقعدوا يحللوا كل حاجة طول النهار، ودول نفس الشبكات اللي بنرصدها من زمان. لكن اللي متابع علاقة ماكرون وبرجيت مش هيتفاجئ قوي، لانها مش اول مرة تحصل حاجة مثيرة للجدل بينهم. العلاقة دي طول عمرها تحت الضوء والكل بيتكلم عنها بسبب فرق السن الكبير اللي ما بينهم. برجيت اكبر منه ب 25 سنة، ودي مش اول لقطة محرجة تتصور. فاكرين اول يوم في قصر الإليزيه سنة 2017 لما مسك ايدها عشان تدخل معاه، قامت استعجلت وسبقته فاضطر يوقفها ويقول لها استني قدام الكاميرات الاول. اللحظة دي انتشرت جدا وقتها وبانت فيها العلاقة الديناميكية اللي ما بينهم، مش علاقة رئيس وسيدة اولى تقليدية. والخلاصة بقى ان ماكرون وبرجيت دايما بيعملوا مشاهد تعلق مع الناس، والمرة دي كانت صفعة طريفة بس رد الفعل كان عليها ناري، كأنها صفعة سياسية مش زوجية. وفي النهاية قول لنا في الكومنتات هل شايفين فعلا انها كانت هزار عادي ولا في حاجة مستخبية؟ مستني ارائكم في الكومنتات، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واستنونا في حلقات كتير من قناتكم ترندات وبس. سلام.